قصة خلق سيدنا آدم عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى قرر يبقى ليه خليفة في الأرض، فقال عز وجل للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة استغربوا وسألوا ربنا، وكان السؤال: يا رب هتخلق حد يفسد في الأرض ويسفك الدماء وإحنا بنسبح بحمدك ونقدس لك؟ وده كان سؤال فيه علامة استفهام، فربنا عز وجل رد عليهم وقال: إني أعلم ما لا تعلمون. بعدها ربنا خلق سيدنا آدم من طين ونفخ فيه من روحه وبقى إنسان حي، وربنا عز وجل أمر الملائكة يسجدوا لسيدنا آدم تكريما له. الملائكة سجدوا كلهم إلا إبليس، لأنه كان متكبر وقال: أنا خير منه، أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين. ربنا علم سيدنا آدم أسماء كل حاجة، ولما ربنا عز وجل طلب من الملائكة يقولوا أسماء الحاجات دي، قالوا: يا رب إحنا ما نعرفش إلا اللي علمته لنا. ربنا قال لآدم يقول الأسماء قدام الملائكة، وده كان دليل على إن آدم عليه السلام متفوق بالعلم اللي ربنا أعطاه ليه. ربنا عز وجل دخل سيدنا آدم وحواء الجنة وقال لهم: وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إبليس استغل الموقف ووسوس ليهم وقال: لو أكلتم من الشجرة دي هتبقوا خالدين ومش هتموتوا أبدا. وللأسف آدم وحواء أكلوا من الشجرة وعصوا أمر ربنا، وبعد اللي حصل ربنا قال ليهم يهبطوا للأرض، فقال عز وجل: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكن سيدنا آدم وستنا حواء ندموا وقالوا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وربنا عز وجل تقبل توبتهم لأن ربنا غفور رحيم. سيدنا آدم عليه السلام بدأ حياته على الأرض مع ستنا حواء وخلفوا أولاد وبنات، وكان سيدنا آدم أول أب للبشرية، ووصى ولاده وكل أحفاده بعبادة الله وحده.